السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضه الفيديو دوت سريع عشان تبقى الناس عارفة هي بتاخد الخطوة ازاي. اوكي، انا دايما الحمد لله ببلغكم كل جديد اول باول عشان تبقى الناس واخدة الخطوة بتاعتها وعارفة هي هتعمل ايه والدنيا فيها ايه فيما بعد. تمام. وبرضه زي ما بقول في كل فيديو بعد اذنكم لايك وشير وفعل زر الجرس زي ما انا بمشي معاك بيرض الله. المفروض برضه تدي لي المكافأة بتاعتي ويعني وتعمل لايك وشير للقناة وتعرف اصحابك بيها، لان هي اصلا كلها معلومات مفيدة لاخواتنا المعاقين. تمام. انا كنت عامل فيديو وبقول لكم يعني ان في تغييرات. اوكي، اولا من ضمن يعني انا كنت عامل فيديو من شويه ولسه هنزله، مش عارف اذا كنت نزلت ده اول ولا ده الاول، بس الفيديو كان بيتكلم عن ان في مواعيد اللجان كانت ناس حاجزه والمواعيد اتغيرت. تمام. اللي انا عايز اقوله دلوقتي الاول اخويا عشان على فكره كلمه معاقين على فكره يا اولاد ما تزعلش حد بجد. انا فاهم الناس يقولوا يعني ايه معاقين، على فكره انا كمان عندي اعاقه يعني، فكلمه معاق دي مش وصف عار يعني. تمام. عايز اقول لكم الجديد ان دلوقتي كان زمان الشخص لما يسقط ممكن يخش مناظره مره واثنين وثلاثه. اوكي، دلوقتي الوضع الجديد اتغير. الوضع الاولاني برضو كنت تعمل مثلا لجنه. اوكي، كنت ممكن تخش مثلا مناظره في يوم ما تروح. تمام، بدون حجز والحاجات دي كلها. لا، دلوقتي اللي جاله مناظره لازم يحجز ميعاد على النت. اوكي، المناظرات كانت ممكن مره واثنين وثلاثه واربعه، دلوقتي برضو الوضع اختلف. دلوقتي سعادتك كشفت جالك مناظره، حددت ميعاد المناظره، دخلت كشفت سقطت، ربنا يعوض علينا وعليك. ما عادش في فرص كتيره زي ما كان اول مره واثنين وثلاثه واربعه. طب يا عم احمد هما بيعملوا معانا كده ليه؟ اولا هما مش بيعملوا معاكوا، وهو ده رد فعل لاخواتنا السماسرة الله يخرب بيت ابوهم اللي بيجي على النت ويقول لك الجواب احنا بناخده مش عارف ب 80 و90 و100 و200 والعخاره ده كله. تمام. فالحكومه الاول كان موضوع العربيات ده بالنسبه لها دي رحمه بالمعاق، دلوقتي بقى تقول لك لا ده موضوع المعاقين ده بقى تجاره. اوكي، فبقى يدي الحالات القصوى اللي واضحه وصريحه. فالله يكرمكم اي شخص من اخواتي ذو الهمم لقى بوست فيه الجواب بناخده بكذا وبناخده بكذا يعملوا الناس دي حظر والله بجد. وادمن الصفحات الخاصه بالمعاقين برضو نفس القصه، الموضوع بقى تجاره بايخه. انت عارف عاملين كده زي تجاره الحرام كده على الملأ. الله يكرمكم عايزين الحكومه تهدى علينا شويه. الحكومه دلوقتي شاده بناء عليها بتشوف سلبيات كتيره قوي. يجي شخص دخل اللجنه يقول لك ده انا دخلت ظلموني ولاد وولاد وولاد وولاد. طب ما برضه اللجنه دي ساعات بتشوف بتشوف الصفحات ديت يعني. لما دكتور اللجنه يلاقي نفسه بيتشتم انت متوقع هيطبطب عليك بعد كده؟ يا جماعه عايزين نرقف بحال نفسنا اقسم بالله العظيم ثلاثه. ربنا بيقول الا جزاء الاحسان الا الاحسان. الحاجه الثانيه سعادتك معاق قانونا، واحنا قلنا الكلام ده، اي شخص معاه كارت الخدمات هو معاق قانونا، ومن حق اي معاق انه يطلع كارت الخدمات، لكن مش شرط كل المعاقين يستحقوا عربيات. يا جماعه في فرق ما بين ده وما بين ده، والله العظيم في فرق اقسم بالله. الحكومه دلوقتي بتيسر. يعني اقول لك حاجه، انا مثلا النهارده معاق حلو طلعت كارت خدمات. اوكي، الحكومه ادتوني ليه؟ عشان عندي اعاقه، يبقى كاني دوت اركب بيه مواصلات. اوكي، اقدم بيه على شرف المعاقين عشان يبقى ليا الاولويه في القبول. تمام، اخش نوادي قوات مسلحه. اوكي، هو في ليه فايده اهو، لكن مش شرط عشان طلع لي كارت خدمات يبقى انا كده لازم استحق عربيه. الكلام ده عار من الصحه. الحاجه الثانيه من ضمن الشده الجديده، اي شخص يعني معاه كارت خدمات ماشي ممكن يحاول يخش ياخد المعاش بتاع والده. من حقه، بس برضه الحكومه بتدي ليه بقى؟ عايز اقول لكم حاجه، اللي بياخد معاش والده دوت هو شخص غير قادر حركيا على السعي طول اليوم، فالحكومه بتعتبره غير قادر على الكسب. تمام، فبتديله معاش والده او المعاش المورث. اوكي،
في واحد يبقى عنده واوا في صباعه كده اهو ومطلع كارت خدمات، عايز اخد معاش والدي، برضه مش اي حد هيتقبل. افتكروا الحته ديت. عايزين نرحم نفسنا عشان ربنا يرحمنا. عايزين نرد الجميل للناس اللي بتقف جنبنا عشان خاطر يساعدونا اكتر. اللي بيسعد ده لازم يعرف ان هو فعلا غير مستحق في اللجنه. اللجنه ليها رؤيه، اللجنه بتدي الشخص اللي مش قادر يعتمد على نفسه اصلا كليا وجزئيا. مش واحد لا مؤاخذه ماشي بيزق وبيميل يبقى لازم يستحق عربيه. في رؤى كتير يا جماعه. اوكي؟ زي ما انا قلت كده اهو عشان بس تبقى كل الناس عارفه. دلوقتي انت دخلت حجزت، دخلت اول لجنه، اللجنه اديتك لا قدر الله مناظره، بتخش المناظره لا قدر الله سقطت فيها كده شكرا وقضي الامر الذي فيه تستفتيه. الله يكرمكم. عايزين نرد الفضل الاهل، عايزين نرد الفضل للاهل. ماشي؟ بلاش تشرف في الناس. انا يعني انا واحد من الناس والله اقسم بالله انا بساعد عميل مكتبي مجانا ان انا باخده حق الحجز. بساعده مجانا يوضح العيوب اللي عنده ايه في تقريره. مش بنضحك على حد. حلو الكلام؟ فالمساعده ديت اقسم بالله العظيم مجانيه مني انا. لكن انا لو عملت زي بتاع اي سايبر انا هحجز لك واديك ورقتك وربنا معاك. لكن احنا برضو بنحاول يعني الدنيا يبقى فيها حته لله كده. حلو الكلام؟ الحاجه الثانيه زي ما انا قلت لكم، انا راجل مأجر محل، مش هقضيها طول النهار استعلامات ومش عارف وايه، هجيب ايجار محل منين؟ ماشي؟ الحاجه الثالثه، انت النهارده مثلا حجزت مع نفسك يا عم احمد، طب خد النبي قرشين وقول لي على اي معلومه. لا عيب ان انا ابيع معلومات اصلا بعد السن ده. ماشي يا جماعه؟ اتقوا ربنا في نفسكم عشان الناس ترحمنا. والله بتكلم بجد. والله العظيم الحكومه ما هي وحشه اقسم بالله. انتوا لو عديتوا كده الحكومه بتعمله مع المعاقين والله العظيم بتعمل حاجات كويسه. لكن بجد احنا اغلبنا كمعاقين قليل الاصل. اي واحد مثلا متضايق رفض يساعدنا نطلع نشتم في امه. يعني اقول لكم حاجه صغيره. النهارده الموظف بتاع المجالس ده انت داخله بتساله اوكي؟ هو رد عليك وهو مخنوق. انت بتقول ان هو قليل الذوق، لا هو مش قليل الذوق، ده هو راخر. يعني انت دخلت تسال سؤال واحد ليك انت. لو دخلنا كده كل واحد يسال سؤال ليه هو، يبقى الراجل على الشباك ده الموظف ده هيموت وهو واقف. حلو؟ فلازم بقى نعمل برضو ايه عشان خاطر نخف الحمل عن الناس ونخلي الناس تساعدنا بحبه. دخلت سالت موظف في الشباك سؤال، رد عليا شكرا كتر خيرك واسيبه وامشي بعد ما رد عليا. لكن مش هقول له طب اصل لو، طب اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ليه نكفر الناس مننا وليه نزهق الناس مننا ليه؟ مش حلو. مش حلو. الحاجه الثانيه احنا ناس كبار. ماشي؟ دلوقتي يا راجل رايح ان انا يعني ان انا داخل عندي كشف. تمام؟ انا عامل فيديوهات عندي على القناه كده اهو، قلبوا فيها القديمه ديت هتلاقيني عامل فيديوهات تعمل ازاي ملف بتاعك. ماشي؟ مش عارف يا عم نظام ايه؟ لما بروح هناك عند المجالس يا اما عندي مكتب بساله يا اما اروح عند بتوع التسويق وملف يتعمل. لكن انا ابقى جاي كده اهو واحد يعملني في الشارع عايز تعمل ملف وبيقعدني في الشارع رصيف على كرسي كده اهو وياخد حد يعمل لي ملف ويجي. هو انا اهبل؟ ده انت كده كده اصلا لو كملت انت نفسك هتعدي على الناس دي كلها اللي هي المكاتب وبتوع التصوير. ماشي يا جماعه؟ لكن عيب والله بجد ما تخليش الناس تستخف بينا. عيب. اللي قاعد في الشارع ده الملف اللي بتصور ب 15 ولا ب 20 هيدفعك في 40 و50. الحاجه الثانيه هيحاول يشتغلك. لان بصوا الناس دي والله اقسم بالله مش راضيين بقضاء ربنا. انت دلوقتي دخلت المجالس انت كده كده دورك اللي انت هتاخده على حسب ما جيت. حلو؟ بيجي بتاع الشارع يطمعك يقول لك انت عايز تخش بدري مش عارف ايه، طب ادفع 300 ولا 200 ولا ليه؟ هي كل الدنيا كلها وما تشاءون الا ان شاء الله. معلش طولت عليكم بس ارجوكم لازم نفكر نفسنا بالسلبيات ديت عشان خاطر نبطلها. ماشي؟ واهم حاجه دلوقتي واحد على النت يقول انا عندي متاح حجز اوكي؟ ما هو برضه مش اي حد يقول لي ايه ابعت. لا لازم اتاكد، اخش صفحته اشوف تعليقات الناس اللي عنده بتقول ايه ده محترم ولا ابن جزمه. لازم اتاكد. مش انا مؤاخذه ابقى اطلع راجل اهبل واحد يقول لي احجز لك ابعت لي وابعت له وينصب عليا يبقى كل الناس بقت بنت كلب. لا ما تاخدوش عاطل مع باطل. ده يعني القران نفسه بيقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عشان تصيبوا قوما بجهاله فتكونوا على ما فعلتم نادمين. يعني
مش حافظ نص الايه يعني تحديدا يعني. اوكي. فالله يكرمكم، لما تيجي تتعامل مع حد لازم تعرف له مكان، مش حد عن طريق النت كده ابعت مش عارف ايه. الحاجه الثانيه، واحد يقول لك اشغلك وابعت لي فلوس، برضه الكلام ده كله باطل. مش عايزين الناس تستقل بينا، ومش عايزين في الاخر نعمل نصحين زاد عن اللزوم ونخش كده بستنا على الناس والناس تزعل مننا. ربنا يهدينا ويهديكم ويهدي الناس اجمعين. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.